يقول الراوي فلما ساروا من الشام قاصدين إلى المدينة جعلوا طريقهم على أرض العراق، فلما قاربوا كربلاء قالوا للدليل مر بنا على طريق كربلاء. فلما وصلوا إلى موضع المصرع وجدوا جابر بن عبد الله الأنصاري وجماعة من بني هاشم ورجالا من آل الرسول قد وردوا لزيارة قبر الحسين، فتوافوا في وقت واحد وتلاقوا بالبكاء والحزن واللطم وأقاموا الماتم، واجتمع عليهم أهل ذلك السواد وأقاموا على ذلك أياما. عن عطية العوفي قال خرجت مع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه زائرا قبر الحسين بن علي، فلما وردنا كربلاء دنا جابر من شاطئ الفرات فاغتسل ثم اتزر بإزار وارتدى بآخر، ثم فتح صرة فيها سعد فنثرها على بدنه، ثم لم يخط خطوة إلا ذكر الله تعالى حتى دنا من القبر إياه فخر على القبر مغشيا عليه، فرجشت عليه شيئا من الماء فلما أفاق قال يا حسين ثلاثة، ثم قال حبيب لا يجيب حبيبا، ثم قال وأنى لك بالجواب وقد شخبت أوداجك على أثباجه وفرق بين بدنك وراسك، أشهد أنك ابن خير النبيين وابن سيد المؤمنين وابن حليف التقوى وسليل الهدى وخامس أصحاب الكساء وابن سيد النقباء وابن فاطمة سيدة النساء، وما لك لا تكون هكذا وقد غلتك كف سيد المرسلين وربيت في حجر المتقين ورضعت من ثدي الإيمان وفطمت بالإسلام، فطبت حيا وطبت ميتا، غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك ولا شك في حياتك، فعليك سلام الله ورضوانه، وأشهد أنك مضيت على ما مضى على أخوك يحيى بن زكريا. ثم جعل ببصره حول القبر وقال السلام عليكم أيتها الأرواح التي حلت بفناء الحسين وأناخت برعله، أشهد أنكم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم الملحدين وعبدتم الله حتى أتاكم اليقين، والذي بعث محمدا بالحق لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه. فقال له عطية كيف ولم نهبط واديا ولم نعلو جبلا ولم نضرب بسيف والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأبدانهم وأتمت أولادهم وأرملت الأزواج. فقال لي يا عطية سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من أحب قوما حشر معهم ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم، والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. قال عطية فبينا نحن كذلك وإذا بسواد قد طلع علينا من ناحية الشام، فقلت يا جابر هذا سواد قد طلع علينا من ناحية الشام،
فقال جابر لعبده انطلق إلى ذاك السواد واتنا بخبره، فإن كان من أصحاب عمر بن سعد فارجع إلينا لعلنا نلجأ إلى ملجأ، وإن كان زين العابدين فأنت حر لوجه الله. فمضى العبد فما كان بأسرع من أن رجع وهو يقول يا جابر قم واستقبل حرم رسول الله، هذا زين العابدين قد جاء بعماته وأخواته. فقام جابر يمشي حافي الأقدام مكشوف الرأس إلى دنا من زين العابدين. فقال الإمام أنت جابر؟ فقال نعم يا ابن رسول الله. فقال يا جابر ها هنا والله قتلت رجالنا وذبحت أطفالنا وسبيت نساؤنا وحرقت خيامنا وأما العقيل لما نظرت إلى بني أسد ونسائهم نادت يا نازلين بكربلاء عندكم، يا نازلين بكربلاء عندكم خبر بقتلنا وما أعلامها، ما حال جثة ميت في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها. ثم جاءت إلى قبر أخيها بعبد الله نادت خويا جيتك وجبت الراس وياي من السبي وكانت بسلواي وخويا تقعد يا عز وجلعة حماي.